السلام عليكم، اهلا بكم. النهارده في الحلقه دي هنتعلم طريقه زراعه اللوف او الليفه. إيه، طبعا كلنا بنستخدمها سواء بشكلها الطبيعي ده او بعد ما بتدخل في التصنيع وبتتباع في الصيدليات. فوائدها كتير وطريقه زراعتها سهله. ده عمرها 3 اسابيع معانا. ممكن نزرعها في جيركن كبير. هي متسلقه وتنفع تتزرع في البلكونه عندنا. أهم موعد زراعتها من شهر مارس لحد شهر مايو. ممكن نزرعها في شهر 8 عادي جدا. أهم حاجة نبعد عن الشهور الشديدة في الحر. طريقة الزراعة بتكون عن طريق البذور. ممكن لو احنا اشترينا من أي حد بره من اللي هو بيلف أو اللي فرشين بيها ونستخرج منها البذور. ده أنا جهزت معاك اهوت الكيس ده التجربة بس، ودي البذور بتاعتها. اهم حاجه التربه تكون خفيفه. انا كده مكتر البذور عادي، بس يفضل زراعه بذرتين او 3 بالكتير خالص. دي زي نظام تجربه بس، انا مش هستخدمه ولا هتكون دايما. الجيركن اللي احنا ممكن نزرع فيه مش اقل من 30 سنتي الارتفاع بتاعه. التسميد يفضل تسميد عضوي، تسميد بلدي او ممكن كومبوست او السماد ان بي كي متعادل. ده اللي ينفع مع زراعة اللوف. اقتصاديات اللوف عالية جدا. في مزارع كتير وأراضي كتير دلوقتي بتتزرع، لأن له استخدامات كتير. كمان بيتصدر لدول خارجية. لو محتاجين البذور بتاعته أو أي معلومة عن زراعة اللوف، أو حد زرع قبل كده ومنفعش معاه، يسيب لنا كومنت وإن شاء الله هفيده ونساعد بعض ونتعلم طريقة الزراعة إن شاء الله. يعتبر ده أسهل زراعة ممكن نزرعها. في النهاية نتمنى من حضراتكم التوفيق وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.